العلاقة بين نيتشه وفيلم ألف مبروك. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. في فيلم ألف مبروك أحمد حلمي يومه كان بيتعاد بكل تفاصيله، وكان لما بيعمل حاجة النهاردة بيكون ليها تأثير وممكن تغير حاجة في إعادة نفس اليوم بكرة. نيتشه تقريبا اتكلم عن نفس الفكرة بس مش اليوم. هو اتكلم عن فكرة إن حياة الإنسان تفضل تتعاد هي كل ما تخلص، تموت وتتولد وتبدأ من الأول وتمر بكل حاجة في حياتك تاني. طرح سؤال افتراضي إنه مثلا لو طلع لك عفريت بس يا بنت ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعملي ايه؟ وقال لك حياتك اللي انت عايشها دي هتفضل تتعاد بكل تفاصيلها، بكل لحظة حلوة ووحشة فيها. هل هتفرح ولا هتنهار وهتقعد تدبدب في الأرض؟ إعادة الحياة دي اتسمت بالعودة الأبدي، يعني الإعادة الأبدية للحياة. بعض التفسيرات قالت إن نيتشه طرح السؤال الافتراضي ده عشان تشوف انت بتحب ايه وبتكره ايه في حياتك، عشان اللي بتكرهه في حياتك تغيره، لأن ده هيفضل يتكرر وهتفضل تعيشه للأبد. والسؤال ده طرح عندنا سؤال تاني عن مدى أهمية أو تفاهة أي حدث بيحصل في حياتك. أي حدث حتى لو كان مهم جدا بعد فترة من تكراره هيبقى ملوش أي قيمة ولا أهمية. وكمان الأحداث الحلوة هتكون مملة ومتوقعة، والأحداث الوحشة هتكون معتادة وما بقتش بتزعل. كمان هل نيتشه لما طرح السؤال ده كان يقصد التكرار هيحصل وانت فاكر وعارف انه تكرار ولا لأ؟ انا شفتك فين قبل كده. بس كده.